سيدنا عيسى عليه السلام كان له معجزات كتيرة جدا، بداية من ولادته اللي هي من أكبر المعجزات بيهم، نهاية برفع روحه للسماء. بس النهاردة هنتكلم عن معجزة واحدة بس منهم، وهي المائدة اللي نزلت من السماء على الحواريين. جاهزين؟ يلا بينا. بس خلينا نعرف الأول مين هم الحواريين وليه أصلا اتسموا بالاسم ده. الحواريين هم أنصار سيدنا عيسى عليه السلام اللي كانوا متبعينه دايما من بين كل الناس، وهم أقرب أشخاص ليه لأنهم أخذوا منه العلم والإنجيل. وسبب تسميتهم بالحواريين يقال إنهم سميوا كده نسبة لطهارة قلبهم وحسن نواياهم، وإنهم دايما كانوا بينوروا أفكار الناس للأصلح ليهم. بس خلينا في المعجزة بتاعتنا. القصة بدأت لما سيدنا عيسى أمر الحواريين إنهم يصوموا 30 يوم، فلما أتموا الصيام طلبوا من سيدنا عيسى طلب غريب جدا. طلبوا منه إن يدعي ربنا إنه ينزل عليهم مائدة من السماء، وده مش شكوك في وجود الله عز وجل، لأ، ده علشان تطمن قلوبهم بزيادة الإيمان ويكونوا شاهدين عليها. فسيدنا عيسى خاف إنهم ما يحسنوش شكر النعمة اللي هم فيها، وراح يدعي ربنا وهو منكسر. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وربنا تقبل دعاه، بس ربنا قال له إنه هينزل عليهم المائدة، بس اللي هيكفر بعديها هيعذبه عذاب ما عذبوش لأحد من العالمين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هنا هتحدث المعجزة، وبتنزل مائدة من السماء بين سحابتين، سحابة من فوقها وسحابة من تحتها، وبتكون متغطية بمنديل. وبيرفع سيدنا عيسى عليه السلام المنديل، ويقال إنه كان عليها 7 سمكات كبار أو 7 حيتان، مش عارف بالظبط، وعليها 7 أرغفة، لا هم من أكل أهل الأرض ولا هم من أكل أهل الجنة. وريحتهم جميلة جدا لدرجة إنهم أول مرة يشموها. وعليها جميع أنواع الفاكهة من الرمان، وعليها من الخل وغيرها وغيرها. بس حصلت حاجة غريبة جدا. لما سيدنا عيسى أمرهم إنهم يأكلوا من المائدة اللي طلبوا إنها تنزل عليهم من السماء، خافوا وقالوا له إنه لازم يأكل منها هو الأول. فأمر سيدنا عيسى الفقراء والمساكين والمرضى إنهم يأكلوا منها، واللي عددهم كان حوالي من 1200 ل 1300 شخص. وهنا حصلت بقى المعجزة. كل اللي أكل منها وكان عنده مرض أو عاهة شوفها منها، والفقراء ابتدوا يغنوا. وندم وقتها كل اللي ما أكلش منها، ورفعت تاني المائدة للسماء. ويقال برضه إن المائدة فضلت تنزل عليهم من السماء كل يوم لمدة 40 يوم، وكل اللي كان بيأكل منها كان بيشفى من أي مرض فيه. وثبت الإيمان في قلوب الأشخاص المؤمنين بسيدنا عيسى، وكتم ألسنة الكفار اللي كانوا بيشككوا في معجزات سيدنا عيسى. ويقال إن سيدنا عيسى أمرهم إنهم ما يخزنوش من الأكل ده أو يحاولوا يشيلوا منه، لأنه هيكفيهم وزيادة. وده فعلا اللي حصل، لأن اللي كان بيأكل من المائدة في الأول زي اللي بيأكل منها في الآخر، لا الأكل بيقل ولا حلاوته بتنقص. وزي ما يكون المائدة دي خلقت لهذا الموقف بس طبع الإنسان عارفينه كويس، واللي حذرهم منه سيدنا عيسى خلفوه وحاولوا يخزنوا منه وكفروا بنعمة ربهم. فربنا مسخهم قردة وخنازير، هم واللي كان بيشكك في وجود الله ومعجزات سيدنا عيسى. وفي آراء تانية بتقول إن المائدة لما رفعت للسماء فضلت تنزل لمدة 40 يوم، فربنا أمر سيدنا عيسى إنه يخليها للفقراء والمساكين بس، وما يأكلش منها الأغنياء. فسيدنا عيسى أمرهم إنهم ما يشيلوش منها ومحدش من الأغنياء يأكل منها. فابتدوا يشككوا في قدرات سيدنا عيسى، ولما بدأوا يشيلوا ويخزنوا عشان خاطر يأكلوا منها الأغنياء، ربنا مسخهم هم واللي شككوا في قدرات سيدنا عيسى ووجود الله عز وجل قردة وخنازير. والله أعلم. وهنا تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عايزين معلومات عن حاجة معينة أو تعرفوا معلومات عن شخص معين قولنا في الكومنتات، وأنا هعمل لكم حلقة مخصوصة عن الموضوع اللي محتاجينه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.